السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكي إيه اللي يميلون سموتنا كذا اسكي وده كتبوتشون يهدلنا يا أحباش وردت بزي كتاب لنا نملكت على بلا مكان كالا بوتانا والله يالله عقلا يو بعقل على لما السالي بعقل بمسر الجار اللم يو تملكت بعقل يراساتشو كتاب أو وارداتشو مالتنو عقلا بمدنو بايموراتشو مالتنو بايمورون ميهدو تحباشو سنل طيب وشترو إيه يالاتشو نبر تملكت يو بالدليل مشاهد بقرآننا بحديث نوكو على لميو بلا عقل الإمام الشيخ عبد الله الحرري في كتابه الصراط المستقيم من كتاباته هنا يا عبد الله الحرري نو النص شيخاتهم من اللالو بزي كتاباته لي تنزيه الله عن المكان وتصحيح وجوده بلا مكان عقلا الله كبوتا يتأرامهن من نقرنو እና ደግሞ وتصحيح وجوده بلا مكان عقلا يا الله ያለ ቦታ መኖር በአቅል ደግሞ እንደሚረጋገጥ በአቅል ተቀባይነት እንዳለው የሚናገር ነው እንጂ መረጃው አቅል ነው ሚል እዚህ ጋር የለም አልተጻፈም። እንደዚህማ ተብሎ መረጃው አቅል ሳይሆን ነቅልይ መሆኑ የሚናገር ነው እዚህ ጋር ويكفي في تنزيه الله عن المكان والجهة الله سبحانه وتعالى ከቦታና ከአቅጣጫ የጠራ መሆኑን ማስረጃ ይበቃል في قوله تعالى يا الله سبحانه وتعالى ንግግር ምን ያለው ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ያለው የቁርአን ንግግር ይበቃናል አላህ ከቦታና ከአቅጣጫ የጠራ መሆኑ ይህ የቁርአን አንቀጽ ብቻ ይበቃናል። ይሄ ደግሞ ነቅልይ ነው እንጂ አቅልይ አይደለም። ይሄ ደሊል ለአቅልይ ሳይሆን ደሊል ነቅልይ ነው። ስለዚህ ማስረጃ አላህ ያለው ቦታ ለሚለው አንድም እንኳን ደሊል ለአቅልይ ማንጣት አይችሉም። ይሄ ውሸት ነው። ሼኻችን በዚህኛው ኪታብ ማሳያችኋለሁ ርዕስ አብጅተውታል ከሰለፍ ብለው ራሱን ችለው አስቀምጠውለታል። أما من الحديث فما رواه البخاري وابن جارود والبيهقي بإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام قالوا كان الله يالنو ولم يكن شيء غيره كالصغر منم نجر سينور الله يالنو ويم نبر قالوا معناه ترجمه أن الله لم يزل التوجدم لم يزل موجودا في الأزل بأزل جن كمونه التوجدم يلا كمونه التوجدم ليس معه غيره كالسجار كو ساينور ما لا ماء ولا هواء ولا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان ولا جهة እነዚህ ነገራቶች ቦታም አቅጣጫም ሰውም ጂንም ዓርሽም ቦታም እነዚህ ነገራቶች ሳይፈጠሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ እነዚህ ነበረ موجودun قبل المكان بلا مكان الله ቦታ ከመፈጠሩ በስተፊት ያለ ቦታ ያለ ነው። ይሄ ደግሞ دليل العقلي ሳይሆን دليل النقلي ነው። በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም عند በት የተነገረ ሐዲስ ማለት ነው። إمام البيهقي ورتم في كتابه أسماء والصفات لاي استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء من الإمام بيهقي ينيا ጓደኞች የኛ አሽዓሪያ ጓደኞች الله ከቦታ የጠራ መሆኑን ማስረጃ ወስደዋል በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንግግር አላህ ሆይ አንተ ለመኖርህ ግልጽ ነህ ካንተ በላይ ምንም ነገር የለም አንተ ለመኖርህ አንተ ደግሞ የነገራቶች ሚስጥር አዋቂ ነህ ካንተ በታች ምንም ነገር የለም ሲሉ ነብዩ ምን አሉ واذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء ከአላህ በላይ ምንም ነገር ከሌለ ከአላህ በታይ ምንም ነገር ከሌለ لم يكن في مكان ያለ ቦታ ያለ ነው። ይሄ ነው ደላል ነቅልይ ብሎ ማለት በቃ ከነብዩ የተገኘ اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس هذا دليل نقلي ይሄ ነው ከሰለፎች የተገኘ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተገኘ ይሄ አቅል አይደለም ማስረጃው። ስለዚህ ወደዚህኛው ኪታባቸው እንጣለ ወደ ሼኻችን ኪታብ ወደዚህኛው ስመጣለህ دليل القويم ይላል على صراط المستقيم للشيخ عبد الله الحرري رحمه الله دليل القويم እነሱ ኪታብ ነው። እዚህ ኪታባቸው ላይ ሶሒፋ 200 ላይ ምን ይላሉ? አንተ ግዴታ ርዕሷን ነው የፈለከው እዚህ ላይ ርዕሱን ቁጭ አድርገውልሃል ሼኻችን منالو إثبات تنزيه الله عن المكان والحد الله سبحانه وتعالى كبوتانا متن كميدرجلت يتقرا مهون منناغرنو بطريق النقل عن السلف بطريق النقل نالوت نقل ነው እንጂ ዝጋ አቅል አይደለም አንተ እንደምትለው بطريق النقل عن السلف ከሰለፎች አቀዋል ከሰለፎች ንግግር ከሰለፎች ነቅል አላህ ከቦታና መጠን እንደሌለው የሚናገር ነው አሉና
ወዲህ ማዶ ገቡልህ እዚህ ጋር وقال أبو حنيفة في كتابه فقه الأبسط الإمام أبو حنيفة قالوا كان الله يالنا ولا مكان بوتا سينور بستفيد الله نبرة قبل كان الله ولا مكان الله بوتا سيفتر نبرة يالنا كان الله نبرة قبل أن يخلق الخلق فطرانوችን ሳይፈጥር በስተፊት አላህ ያለነው ካነ አላህ ያለነው ወለም የኩን አይኑ ወላ ኸልቅ የት የምትበላው ቃልና ምንም አይነት ፍጡር ሳይፈጠር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነበረ وهو الله خالق كل شيء የሁሉም ነገር ፈጣሪ ነው አሉ ከዛም እዚህ ጋር በደንብ አዳምጡኝ فمن قال يا لسو لا اعرف ربي في السماء ام في الارض የኔ ጌታዬ እኮ ሰማይ ላይ ይሁን መሬት ላይ ይሁን አላቅም ያለ ሰው فهو كافر ይህ ሰውዬ ከእስልምና የወጣ ነው አሉ وكذا من قال አሁንም ከእስልምና ይወጣል ይከፍራል على العرش الله عرش ላይ ነው ያለ ከዛም ولا ادري العرش في السماء ام في الارض ከዛም አላህን عرش ላይ ካደረገ በኋላ عرش ደግሞ ሰማይ ላይ ይሁን መሬት ላይ አላቅም ያለ ሰው ከእስልምና ይወጣል ለምን ኢማም አቡ ሐኒፋ እነዚህ ሁለቶች ንግግሮች አከፈሩ ከተባለ እና መላ ዓሊዩ القارئ ሻሪሖቹ ምናሉ ጀወዘ ለሐቅ المكان ከእስልምና የወጡበት ምክንያትማ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቦታ ስላጸደቁ ነው ምን እያለ ነው በሱ አባባል እኔ ያላውቅም እንጂ ወይም ሰማይ ላይ ወይም መሬት ላይ አለ እያለ ነው ማለት ነው በሱ አባባል ሌላም አሁንም አህሉ ሱና ወልጀማዓዎች አላህ ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ መኖሩ ደሊላቸው አቅልይ አለመሆኑ አሁንም ሌላ ላሳየህ طيب እዚህ ጋር ይሄው ይህ غاية البيان ይላል غاية البيان في تنزيه الله عن الجهات والمكان እነሱ ነው ምን ይላሉ الباب الثاني ሁለተኛው ባብ ይላሉ الدليل ማስረጃ ነው على تنزيه الله عن المكان والجهات من القرآن እሱ ምን እያለ ነው شوف الدليل ማስረጃ على تنزيه الله عن المكان والجهات من القرآن كقرآن يا أخي ይሄውልህ نقلي ማለት عقلية አለመሆኑ እዚህ ጋር ደግሞ እንጣለን الباب الثالث ሶስተኛው ባብ الدليل ማስረጃ ነው على تنزيه الله عن المكان والجهات من الحديث ከሐዲስ ራሱ ባብ አለው በቃ ራሱን ይቻለ ባብ አለው ይሄ ደግሞ አጫጭር ሳይሆን በጣም ረዛዝም ነው الباب الرابع ደግሞ አራተኛው ባብ ደግሞ አያው አንተ ባቡን ስለፈለክ ነው መረጃውን ስላልፈለከው ባቡ ልክ ባብ እንዲጠቀስ ነው የፈለከውና ባቡን ላሳይ ብዬ ነው الدليل على تنزيه الله عن المكان والجهات من الإجماع يا أخي إجماع ለምሳሌ ከዚህ ከኢጅማዕ አንድ ኢጅማዕ ባሳይህ እዚህ ጋር وممن نقل إجماع أهل الحق على تنزيه الله عن المكان الشيخ عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي فقد قال ما نصه من لالو عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي أرمتو حازتين لا يموتو تالق علي من لالو وأجمعوا يقارس ممنة أدرقوال على أنه الله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان ولا يجريه عليه زمان بس لا زمن عندما يشغل بتنا بوتا عندما كاببو بسم بوتا عندما كاببو يقارس ممنة أدرقوال قالوا إن ማስረጃቸው عقلي ብቻ ሳይሆን ነቅልይም ጭምር ነው አንተ ያልከው እንጣለ ለምሳሌ يلم يالكو سيهون الباب الخامس الدليل العقلي على تنزيه الله عن المكان والجهة راسون يبتشال بابنا ونجي الزالي من يالنا وتصحيحنا من ما يقرن الدليل العقلي على تنزيه الله عن المكان والجهة يه دليل العقلي نو الله يالا بوتا يالا اقتاجا منورون من قربت دليل العقلي يهنا ونجي انت يالكو ايدلم مالتنا